السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مينيكس وعدو لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم راح يكون عن شرح بطاقات اللاعبين في دريم ليج 2023. الأولى وهي طول اللاعب، تكون أمامها علامة الطول وعلامة القامة. فالطول من الأشياء اللي يجب توفرها في المدافع، فطول ميسي هو 170 سنتيمتر، وهي تختلف من لاعب إلى آخر. 2. تقييم اللاعب، أي إجمالي تقييم اللاعب وتكون دائرة. 3. الرجل القوي للاعب، وهي تنقسم إلى 3. أولا حرف B مثل رونالدو، أي أن اللاعب قوي بالقدمين. ثانيا R مثل نيمار، وهي اختصار لكلمة رايت أي اليمين، فنيمار قدمه القوية هي اليمين. أول شيء هو SP، وهو اختصار لكلمة سبيد، تعني الجري بالكرة، فميسي عنده 80. ثانيا الأسيسي، وهو اختصار لكلمة الأكسيليراسيون، تعني الجري، مثلا إذا مررت كرة للاعب فيذهب لأخذها، فهذا هو التسارع، فتسارع ميسي هو 87. ثالثا STA، وهي اختصار لكلمة ستامينا، هي طاقة اللاعب في الملعب، فهذا الخط الأخضر أي الطاقة يعتمد على ستامينا، فميسي عنده 77. رابعا CON، وهي اختصار لكلمة الكنترول، وهي استقبال والتحكم بالكرة، وهذه مهمة جدا للمهاجمين. خامسا STR، وهي اختصار لكلمة سترونج، يعني القوة البدنية والتحمل، فميسي عنده 69. سادسا TAC، وهي اختصار لكلمة الطاقم، ومعناها العرقلة وقطع الكرة، فميسي عنده 54 في قطع الكرة. فالطاكل والسترونج هما أساس المدافعين، فإذا كان المدافع لديه الطاكل والسترونج عاليين أي فوق 90، فاشتريه بدون أن تنظر إلى باقي الطاقات. سابعا الباس، وهي التمرير، فميسي عنده 91، وهذه لا تحتاج شرح كثير. ثامنا SHO، وهي اختصار لكلمة الشوت، يعني التسديد، وهي أساس المهاجمين، فميسي عنده 90. وهذا كان فيديو اليوم. إذا أعجبكم لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراك.